سؤله كل سؤله قال له يا رسول الله من أمر الدنيا ولا أمر الآخرة؟ قال له ما شئت. هو فقير. قال يا رسول الله تنظرني إلى غدا؟ قال له انظرك إلى غدا، روح. دائما الإنسان إذا خيرته يحتار، فيعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم سيعطيه أي شيء، فراح يفكر 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 يفكر. تخيل إحنا إيش حنسوي؟ ودائما اختياراتنا وتفضيلاتنا يجب أن تكون مدروسة حتى الله يسمعنا. يا رب نبغى كذا منك، يا رب نبغى كذا منك. أحيانا واحد يعيش في الأرض وما له أمنيات علوية، كل أمنياته أرضية. هذا أمر خطير، مو حلو، ما يخلي حتى الحياة حلوة. فجاء ربيعة ثاني يوم قال يا رسول الله قلت لي سل. قال نعم يا ربيعة سل. قال يا رسول الله فكرت في الدنيا وكل ما فيها زائل، فأسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. نفس العجوز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من علمك هذا؟ فقال لا أحد، يعني بس فكرت في الدنيا وشفتها زائلة فأردت أن أحبك وبكون معك. فقال أو غير هذا، يعني معناه إن الجنة سهلة على الصادقين واللي نياتهم حلوة. فقال أو غير هذا؟ قال لا يا رسول الله أنا ما أبغى هذا. قال خلاص بس أعني على نفسك بكثرة إيش؟ السجود. أنا ترى أسجد كثير يا ربيعة، أبغاك تسجد زي كثير حتى نلتقي بالسجود. ولذلك كل ما سمعت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسويه أكثر منه حتى نلتقي باللي يا ليته بيننا يوم القيامة. ولذلك شوف آسيا ما دعت أي دعوة، ما قالت يا رب دخلني الجنة، يا رب انقذني من فرعون. لا، شو الهمة؟ تحديات فقط. ربي ابني لي عندك، أنا أبغى بيتي عندك، مو دخلني الجنة، مو انقذني من فرعون. ربي ابني لي بيتا في الجنة. ولذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى الهمة. الهمة ايش معنى الهمة؟ الهمة معانا، ولدت فينا. الهمة ولدت فينا وقد تقصر بنا بعض الوقت، لكن إن حثت سارت. ايش معنى همة؟ هو الهمة تعريف الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. نشوف كل شيء صغير وننطلق وننطلق وننطلق. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طلبتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى منه. إن سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى منه. الإسلام يعلمنا حتى بالدعاء حتى بالحروف أن تكون همتنا عالية. وأخيرا إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.